السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة انا هعمل كيكة هشة بس بالبرتقان. لو ما عندكيش برتقان، احنا طبعا الصيف بيبقى فيه البرتقان ضعيف جدا، مفيش فيه، فممكن نجيب من عند العطار ريحة البرتقان وهنعمل احلى كيكة زي ما احنا شايفين كده. وهنمشي على خطوات الفيديو. وقبل كده ما نروح على شرح الفيديو اقول لكم ايه، اقول لكم عايزه لايك، عايزه اشتراك، عايزه تفعيل الجرس، ويا رب كده تنول اعجابكم والفيديو كده، يعني انتوا تستفيدوا منه من المقادير بتاعته. هي مقاديرها خفيفه جدا وكل حاجتها موجوده في البيت، طبعا حاجه اقتصاديه. ويلا بينا على شرح الفيديو خطوه خطوه، هنعرف نعمل احلى كيكه الخلاط، كيكه البرتقال، كيكه جميله جدا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده انا هعمل ايه بقى؟ هعمل حاجه حلويات، هعمل كيكه بريحه البرتقال. طبعا احنا في الصيف والبرتقال بيبقى قليل، فانا جبت هنا ازازه من عند العطار ريحه البرتقال. عندي هنا اللبن، لا ما دام ما فيش عندي البرتقال يبقى البديل بتاعه اللبن، بس لسه كان في الثلاجه وساباه لما يفك كده. وعندي هنا صينيه طبعا بتعك زبده سمنه، وبعد كده بنجيب عليها ايه رشه دقيق وبنفضها منه عشان بس ايه الكيكه ما تتحرقش من تحت. هنا 3 كوبايات دقيق، 4 بيضات، هنحط لها كوبايه وربع سكر، 3/4 سمنه او زبده على زيت، ويكون افضل الزيت الذره. نمشي مع بعض خطوه خطوه، هنعمل احلى كيكه البرتقال. والله هي مطلوبه مني من البيت، فانا قلت ايه لازم اعملها. لما نحط ايه بيكنج باودر، باكيت البيكنج باودر الاول. طبعا هنا حطيت كوبايه وربع سكر، كوبايه ونص لبن، حطيت ال4 بيضات، حطيت معلقه خل، حطيت الفانيليا طبعا مع البيض. ما ننساش ان احنا لازم نحط معلقه الخل. وهنحط ايه هنا معايا 3/4 كوبايه سمنه وزيت، طبعا هنحطها برده معاهم وهتتضرب معاهم. وهنحط ايه معاهم ريحه البرتقانيه من عند العطار، عشان مفيش برتقان، احنا الجو صيف وصعب قوي ان احنا نلاقي ايه برتقان، فهنحطها معاهم. طبعا احنا بنحط النواشف مع بعض، الحاجات اللي هي البيكنج باودر بنحطها. وانا هعملها يدويه، والله انا عندي المضرب، بس انا عايزه اعملها ايه على ايدي. كيكه الخلاط بتبقى جميله جدا. فكده انا بشغل الخلاط بعد ما حطينا البيض والسمنه حطيناها عليهم، وهنشوف كده خدناهم كلهم في الخلاط اهو. بسم الله ما شاء الله. مش هقول لكم على ريحه البرتقال، بتبقى جميله جدا في الكيكه، طبعا مستحبه للاسره والاطفال، فبتبقى جميله جدا. فانا هدوب كده، ناخدها ايه يدويا. والله انا هعملها يدويا، مش هعمل في الخلاط او في الكبه، لا انا هعملها يدويا. بس بعد ما نعمل كده الخليط كده مع بعض ونمزجه مع بعض، الضرب اللي هو الخفق كله هيبقى اتجاه واحد عشان نقدر ندخل لها ايه الهواء، يعني بيبقى الاتجاه كله واحد. مش انا بس عشان بس بصور بتليفون، فهيبقى الاتجاه كله ايه الخفق كله اتجاه واحد. طبعا عقبال ما نخفضها كده ونخليها جاهزه، بتكون طبعا انت مولعه الفرن على حراره درجه 200، وبتسيبيه ان هو ياخد ايه السخونيه بتاعه الفرن كده، حراره الفرن كده. وبعد كده بنقوم حاطينها على الشبكه اللي في النص، بتقعد نص ساعه بس في الفرن، وبعد كده بتاكلي احلى كيكه بالبرتقال. كده هنخلص ايه بس الخفط فيها وهوريها لكم. طبعا كده جهزت، هنحطها في صينيه. النهارده انا هعملها في قارب، مش هعملها في صينيه مربعه، لان هعملها في قارب. فالقارب برده في الكيكه بتطلع جميله جدا. طبعا كده انا كبتها كده في القارب كده زي ما انتم شايفين. والله هي اختي اصلا بتحبها وبيطلبوها مني اصلا في البيت، فكده بصفي كده القارب كده وسمكها كده جميل جدا. وبعدين القارب ده انت بتدهنيه سمنه. بعد كده بنحط رشه عليه دقيق، ده متعودين ان احنا نحط رشه الدقيق عليه علشان ما تتحرقش الكيكه. وبعد كده بنحطها ايه في الرف الوسطاني، ما بحطهاش على البلاطه، لا بحطها في الرف الوسطاني، بتبقى جميله جدا. لان انت لو حطيتها على البلاطه هتتحرق، فالرف الوسطاني ده ما بتحتاجش لشوايه، هي بتحمر نفسها بنفسها. كده الكيكه ايه هندخلها الفرن. شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله. والصينيه انا جايباها، يعني جايبه اللي هو الصينيه المطوله، مش جايبه الصينيه المربعه، لا المطوله. انا عايزه اعملها في قارب،
فالنهارده هي مطلوبه مني النهارده في القالب ان انا اعملها. فان شاء الله كده يا رب كده تكون اعجابكم، وهنشوفها بعد ايه ما تخلص. والخطواتها يعني مقاديرها موجوده في البيت، يعني الاحتياجات بتاعتها، وخطواتها سريعه جدا. كيكه الخلاط بتبقى جميله وكلنا عارفينها. 4 بيضات، كوبايه وربع سكر او حسب الرغبه اللي انت بتحبها في السكر. 3/4 كوبايه سمنه على زيت، او تفضلي زيت الذره، لان زيت الذره طبعا بيبقى مستحب جدا في الاكل، انما لما يكون زيت تمون وكده يعني بيبقى ليه ريحه يعني مش حلوه، يعني ليه ريحه كده مش حلوه. غير زيت الذره، غير يعني زيت الذره ده انا بطبخ بيه وبعمل بيه الحلويات وبعمل بيه كل حاجه. فهنحط 3/4 كوبايه زيت على سمنه، وهنحط 3 كوبايات دقيق، بيكنج باودر، 2 فانيليا او معلقه فانيليا. طبعا لو برتقان انت بتستغني عن اللبن. طبعا انا ما عنديش برتقان، عندي ريحه البرتقان، فانا هحط لها كوبايه ونص لبن علشان انا ما عنديش برتقان. لو انت عندك برتقان ما بتجيبيش ريحه البرتقان دي من عند العطار، وبتحطي كوبايه ونص كوبايه عصير برتقان. وبتبقى بسيطه جدا. وكان يعني انا حاطط 4 بيضات، وما تنسيش معلقه الخل لان دي بتشيل الزفره بتاعه البيض. ولما بنيجي بنضرب البيض مع الخل مع الفانيليا، ده بيشيل الزفره كلها من البيض. وبعد كده بنخفطها. انت عايز تخفطيها بمضرب اعمليها، ما عندكيش المضرب او مكسره كده زي حالتي تطلعي المضرب، لا انا اقوم اعمل ايه بقى؟ بعملها بالمعلقه بس اتجاه واحد، ما تاخديش يعني اتجاهين مع بعض، لا باخد انا اتجاه واحد، بتبقى جميله جدا. ويلا بينا هندخلها في الفرن. وطبعا كده انا خلصت وقلبتها كده على ظهرها. شايفين الدقيق اللي بيترش في الصينيه هو اللي بياخد اللون اللي هو الاحمر دون. وهنقطعها مع بعض واحده واحده كده مع بعضنا. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده! شايفين لون الكيكه عامل ازاي؟ اللون البرتقاني اللي فيها والله العظيم ما تفرقيه عن البرتقان الطبيعي بالظبط، هياها. بسم الله ما شاء الله. يعني شايفين هشه ازاي وجميله، يعني طريه بمعنى الله 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 الله. ايه الجمال ده، ايه الهشاشان ده! شايفين مستويه ازاي وجميله ازاي، بسم الله ما شاء الله. وكغير كده اصلا يعني هي مش مكلفه، عندك البيض وعندك الدقيق، وطبعا لازم الزيت بيديلها النعوميه بتاعتها جميله جدا. فهنقطعها ونحطها في العلبه. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، شايفين النعوميه. كيكه هشه جدا جميله جدا. يا اخدت يا دوبك يعني ايه 30 دقيقه في الفرن، بس نحطها على الشبكه اللي في النص بتبقى جميله جدا. المقادير بتاعتها 3 كوبايات دقيق، 4 بيضات، معلقه خل، 2 يعني معلقه فانيليا، معلقه زي معلقه الشاي، طبعا بيكنج باودر، كوبايه ونص لبن. طبعا عشان انا ما عنديش برتقان فحطيت لها كوبايه ونص لبن. فطالعه زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. وبقطعها وبحطها في العلبه زي ما احنا شايفين. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. يعني انا عايزاكم بس لو في اي حاجه انتوا عايزينها اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم. واشوفكم ان شاء الله كده في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي. اللهم صل على النبي. شايفين الجمال، الله 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 الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.